بخصوص القضيه الفلسطينيه يا جماعه، انا عندي 34 سنه، من وانا عندي سنتين من البديهيات عندي ان هي اسمها فلسطين مش اسرائيل. يعني زي بالظبط ان الانسان بيجوع بياكل بيعطش بيشرب، الارض اسمها فلسطين والمقاومه مستمره، ومفيش حاجه اسمها اسرائيل لحد ما تجور اسرائيل في 60 داهيه. ودي بديهيات، فعشان كده بطلنا نتكلم. يعني مش هاجي اقول لك مثلا ان انا بتنفس عشان اعيش، نفس الكلام، الارض اسمها فلسطين، بديهيات. لحد ما مؤخرا لقيت توجهات من بره، البلوجرز بتوع بره بيعملوا فيديوهات بيدعموا فيها الكيان المحتل، مش عايزين نقول حتى اسمه، وفي براندات عالميه بتنزل صور ان هي بتدعم الكيان المحتل. فشايف ان هي بقت مسؤوليه اجتماعيه علينا كبلوجرز، اي بابليك فيجر، اي حد عنده اكتر من 3 فولورز يعمل فيديو زي ده يقول لا اتس كولد فلسطين، حتى لو على الخريطه الاسم التاني موجود، احنا الاسم بتاعنا هو اللي هيفضل. دي كلها بديهيات، والمقاومه مستمره، والمقاومه مستمره، المقاومه مستمره، والانتهاكات اللي بتحصل من الكيان الصهيوني مش مقبوله، ولو العالم كله معاهم احنا ضدهم. دي بالنسبه لنا بديهيات. العيال الصغيره اللي عندها 3 سنين بتتولد في دمها ان القضيه اسمها فلسطين. فمهما حد يحاول من بره ان هو يبدا يدس السم في العسل ويقول لك اصل اسرائيل، ما اعرفش حاجه اسمها اسرائيل، ما اعرفش حاجه اسمها اسرائيل. فهذا الاكونت بديهي جدا يدعم القضيه الفلسطينيه ويدين الكيان الصهيوني المحتل الغاشم، واي حد عكس الكلام ده يتفلق.